ما تحتاج غير هذا الفيديو حتى تحترف الضربات الحرة بكل انواعها، وتتعلم شلون تقول الحرة، شلون تقول الحرة قريبة مثل هيج، وشلون تقول الحرة متوسطة مثل هيج، وشلون تقول الحرة بعيدة مثل هيج، وتقول اهداف اسطورية بكل انواع الضربات الحرة. فحط لايك واشتراك وتعالوا نتعلم سوا شلون نقول الضربات الحرة بكل سهولة. بالبداية الضربات الحرة بها 3 انواع، النوع الاول التسديدة الهابطة مثل ما تشوف قدامك، والنوع الثاني الحرة الارضية وهاي لازم تكون قريبة، والنوع الثالث الحرة الطبيعية اللي تجي متوسطة لو قريبة لو بعيدة. راح نبدي بالنوع الاول التسديدة الهابطة. حتى نقول حرة من هذا النوع لازم اللاعب اللي عندنا عنده مهارة تسديدة منحنية طويلة المدى، والتسديدة الهابطة مثل هاكان كان هالوغلو. وحتى نجيب الجول اول ما تجيب الحرة ما تسوي اي شيء، ما تحرك لا يمين ولا يسار قبل ترفع ايدك مثل ما تشوف قدامك. وركز لي كلش زين باللي راح اقوله، من اللاعب يريد يسدد الطوبة ترجع تنزل اصبعك، يعني تخلي اصبعك لازق بالشاشة من ترفعه، ومن اللاعب يقترب من الطوبة ويريد يسدد تنزل اصبعك هيج مثل ما تشوف قدامك، و100% راح تضبط يمك وتجيب هيج جول اسطوري. هسه نروح للنوع الثاني اللي هو التسديدة الارضية. حتى نقول التسديدة الارضية لازم تكون بداخل هاي الدائرة اللي قدامك، واول ما تجيك الحرة اسحب الشاشة خلي تصير مقابيل العارضة بالضبط، واسحب اصبعك هيك مثل ما تشوف قدامك لحد ما اصبعك يطلع من الشاشة بسرعة متوسطة. اسحب لا سرع كلش ولا بطيء، و100% راح تقولها وتجيب هدف اسطوري. ونروح الثالث نوع والاخير اللي هي الحرة الطبيعية. راح نبدي قبل المسافة المتوسطة. شوف حتى تقول الحرة المتوسطة لازم اللاعب رجله عكس الحارس، اذا الحارس يسار خلي لاعب يمناوي، واذا الحارس يمين خلي لاعب يسراوي، وسمنتري يسدد خلي الشاشة مقابيل اخر لاعب من الجدار مثل ما تشوف قدامك، وتسدد بسرعة متوسطة تخلي اصبعك مثل القوس مثل ما تشوف قدامك، و100% راح تجيب الجول. وهسه شلون نقول الحرة البعيدة؟ شوف نفس اللي قلناه بالحرة المتوسطة تسويه بالضبط، بس هالمرة تسحب الشاشة بصف اخر لاعب من الجدار هيش مسافة بسيطة مثل ما تشوف قدامك، وتسدد هم مثل القوس بس لازم بسرعة عالية حتى التسديدة تجي قوية. وها هي بعد تعلمت شلون تقول الحرة بكل انواعها، وبعد ما راح تخسر اي مباراة.